هو انا يعني مرتبي هينزل النص وقيمته تضيع وانا واقف اتفرج؟ اعمل ايه يا عالم؟ ازاي احمي قرشين العمر واعدي من المركب دي وهي بتغرق؟ يا ست صبورة، احنا سمعنا ان مضيق هرمز هيتقفل خالص، يعني المعاش هيطير في الهوا، والحكايه ده هتطول ولا؟ لو الحنفية اتقفلت هناك سعر البرميل هيضرب في السماء وكل حاجة هنا هتغلى نار. يعني يا بنتي احنا ناقصين. وبعدين سمعت ان العالم داخل على حاجه كده مش راكبه في دماغي اسمها الركود التضخمي. ده الكابوس يا أمي، الأسعار بتغلى والشركات بتقفل وبتمشي الناس، يعني أسعار نار ومفيش شغل في وقت واحد. ازاي بس؟ مش لما الدنيا بتغلى الناس بتمسك فلوس؟ ايه اللي جاب الركود مع الاسعار؟ انا مش فاهم. عشان التكلفه عاليه يا عم جمال، الوقود والمواد الخام غليوا، فالمصنع مش قادر يرخص البضاعه فيرفع الاسعار ويقلل الناس اللي بتشتغل، وده اسمه الركود التضخمي، اسعار نار وبطاله بتزيد. طب والناس الغلابه اللي في الشركات مصيرهم ايه في الشلل اللي هيحصل ده؟ بجد حرام. تخيلي شركة فيها 500 موظف، المبيعات وقعت بس المصاريف لسه زي ما هي ونار، فبيضطروا يمشوا 100 واحد وال 400 اللي فاضلين يقصوا من مرتبهم الربع عشان الشركة تكمل. يا مصيبتي، يعني افقد وظيفتي او مرتبي يقل وانزل السوق الاقي الاسعار بتزيد؟ دي خنقه. هو الكلام ده حصل قبل كده ولا احنا اول ناس يتكتب علينا الشقة ده؟ حصلت في 73، البترول غلي فجأة 400%، والدنيا وقفت طوابير في أمريكا نفسها، والدنيا بدأت تتعافى في الثمانينات. يا ست صبورة، أنا قريت إن بنوك الكبيرة زي جولدمان بيقولوا إن الركود التضخمي ده بقى على الأبواب، هم كمان خايفين زينا؟ طبعا، وصندوق النقد لسه منزل تقرير بيقول إن نمو العالم هينزل ل 2% لو حرب الطاقة استمرت، والأسعار هتفضل تنهش فينا لسنين. انصحينا يا ست صبورة، نعمل ايه في القرشين اللي شايلينهم للزمن؟ يا أمي في الركود التضخمي الهدف مش المكسب، الهدف إنك تفضل واقف على رجلك. الأزمة دي مرحلتين، الأولى هبوط عنيف لكل حاجة، أسهم، ذهب، فضة، الكل خسران في الأول. هنا يجي دورك الكاش هو الملك، تستنى الأسعار تنزل وتبدأ تشتري ذهب وأسهم غزا ودواء، لأن الناس مش هتبطل تاكل ولا تتعالج. المكسب مش دلوقتي، المكسب الحقيقي لما الأزمة تعدي. بس كمان ما تنساش أهم حاجة، من أول ما تبدأ الأزمة انسى الرفاهيات ووفر في كل قرش الأساسيات وبس عشان تعوم لبر الأمان وتخرج كسبان.